عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى نعمل الرقاق المصري باللحمة المفرومة. بجد طعمه يجنن، طعمه حلو جدا ومظبوط. وهنعمل مع بعض العصاج بقى بطريقة خطيرة قوي. يلا لو أول مرة بتسمعوني ما تنسوش تعملوا اشتراك أو سبسكرايب في القناة وتعملوا لايك وشير للفيديو. هيطلع معاكم مورق وطعمه جميل قوي. تابعوا معايا الخطوات واحدة واحدة عشان يطلع معاكم بنفس الطريقة. أول حاجة هنحط معلقتين كبار من السمنة. يفضل ان احنا نستخدم السمنة مع اللحمة، بتدي ريحة كده وطعم بقى خطير. نزلنا بعدها بنص كيلو من اللحمة المفرومة، فيها 25% دهن ضاني. يفضل ان قطعة اللحمة المفرومة اللي انتم هتستخدموها يكون فيها نسبة من الدهون. ومهم برضو ان احنا ننزل باللحمة المفرومة الاول نديها صدمة، واول ما تغير اللون بتاعها ننزل بالبصل، عشان في ناس بتنزل بالبصل الاول وبعدها اللحمة. لا، انزلوا الاول باللحمة المفرومة وبعدها استخدمهم. احنا هنا حاطين نص كيلو من اللحمة المفرومة، استخدمنا بصلتين متوسطين مفرومين ناعم، وحطيت معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من السكر. واخر حاجة حطيت معلقة صغيرة مليانة من ال11 بهار من كنور. ال11 بهار من كنور بجد حلو جدا وبيدي طعم ونكهة مختلفة جدا في الأكل. لو مش موجود عندكم استخدموا 7 بهارات، واستكفوا بقى بالبهارات كده خالص، مش هنضيف أي إضافات تانية عشان نستطعم طعم اللحمة نفسها. واللحمة المفرومة لو هتحطوا أكتر من نص كيلو، احنا بنحط البصل نص كمية اللحمة. يعني لو هتحطوا كيلو لحمة هتحطوا نص كيلو بصل. أنا هنا استخدمت نص كيلو لحمة مفرومة، حطيت ربع كيلو بصل، يعني بصلتين متوسطين. هنا اللحمة بتاعتي خلاص دخلت في السوا، كنت طبعا مهدية النار عليها. حطيت بقى المعلقة صغيرة ملح واديتها تقليبتين، اوعوا تنسوا الملح. وهسيبها برضو على النار الهادية، ما خدتش وقت خالص. ممكن كمان تدوقوها عشان تتأكدوا من السوا بتاعها. وكده خلاص خلصنا اللحمة المفرومة بتاعتنا، سهلة جدا ولذيذة وطعمها بجد خطير. بعد كده بقى عندي هنا متاح شوربة. لو مش متاح عندكم شوربة سخنوا مية وحطوا المرقة اللي أنا حطيتها دي مرقة ماجي بطعم اللحم، حلوة جدا، مدية نكهة خطيرة في الشوربة. ودي معلقة صغيرة من البيكنج باودر، هتدي للرقاق نفسه هشاشة كده وهيبقى مورق معانا وهيبقى خطير. اتأكدوا بقى من الملح والفلفل ان الشوربة بتاعتكم او لو هتستخدموا مية تكون مظبوطة، وتحطوا البهارات والتوابل بتاعتها. هنا استخدمت رقاق الزهار، اخترت الشكل المربع وهما 7 قطع من الرقاق، فهستخدمهم كلهم. عندي بقى صينية مستطيلة دهنتها معلقة كبيرة سمنة. وبعد كده هنحضر بقى، هنجيب الشوربة بقى وهنجيب الصينية بتاعتنا. وهنا هاخد أول قطعة من الرقاق من على كل الجوانب بقى، هبلها كده شوربة بالطريقة دي. لازم نبلها كويس جدا يكون وصل لكل الأطراف شوربة. وبعد كده هرصها في الصينية بالشكل ده. هجيب تاني ورقة هوريها لكم اهو، برضو بنفس الطريقة هبلها بقى بشوربة من جميع الاتجاهات برضو بالشكل ده. وما بين كل قطعة رقاق والتانية هحط معلقة كبيرة من السمنة، هغرقها سمنة كده ما تبخلوش. وبعد كده هنزل برضو بمعلقة سمنة فوق القطعة التانية. وهعمل بقى التالت قطعة ورا اهو بالشكل ده. انا هحط 4 قطع رقاق من تحت، وبعد كده هحط اللحمة المفرومة، وبعد كده هحط اخر 3 موجودين معايا. ما ننساش معلقة السمنة دي هتساعد على التوريقة برضو بتاعة الرقاق، وهتبقى الرقاق بتاعنا هيبقى كله كده يعني متشرب كويس جدا. تمام، نحط بقى معلقة السمنة، وبعد كده نزلنا باللحمة المفرومة. حاولوا وانتوا بتفردوها ما توصلوش لآخر الحروف، يعني يكون في مسافة كده في الأطراف، ما توصلوش الرقاق للآخر، يعني المركز بتاعه يكون في النص أكتر. تمام بالشكل ده. تسيبوا مسافة في الجوانب عشان الجوانب تمسك مع بعضها، الرقاق يبقى ماسك مع بعضه. هنجيب بقى قطعة الرقاق اللي بعدها برضو هبلها كلها بالشوربة بالشكل ده، وحطينا معلقة كبيرة من السمنة. هنا بقى خلصنا صينية الرقاق. التاتش الأخير اللي هنحطه، هنحضر بقى معلقة كبيرة من السمنة، نص كوباية من الشوربة اللي احنا استخدمناها، ونص كوباية لبن،
وكمان هحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هقلب بقى الخليط الجامد ده كله مع بعضه، عشان ده هسقي بيه الرقاق من فوق، هيدينا وش خطير بجد. طعم الرقاق كان تحفة. هسقي بقى الرقاق كله كده بالشكل ده، هنغرقه كده بالطريقة دي، هيطلع معانا جميل والحمار بتاع الوش بتاعه كان شكله خطير. خلاص ظبطتها. اخر حاجة بقى هعملها، هقطع صينية الرقاق قبل ما اسويها في الفرن عشان تكون سهلة معانا. اول ما تخرج على طول هتكون مظبوطة، وهنطلع كل قطعة بقطعتها. فايه هنقطعه بقى بالراحة كده بالشكل ده مربعات، تمام، عشان لما بيطلع ونيجي نقطعه بيتفرهد معانا اكتر. الفرن بتاعنا طبعا والع من بدري، من اول ما بدأنا شغال على اعلى درجة حرارة، الرف الوسطاني. اول ما بتلاقوا الجناب اتحمرت معاكم ممكن ترفعوها من الجنب، هتلاقوها مستوية خلاص وخدت لون جميل من تحت. هتبدأوا ان انتوا تشغلوا الشواية عشان تاخد بقى اللون الخطير ده. يعني انتوا بتفضلوا متابعينها، تمام. ما خدتش اي وقت خالص في الفرن، بتخلص في ساعتها، يدوبك بتتحمر من تحت ومن فوق لان احنا مسويين كل حاجة مظبوطة جدا. هتطلع معاكم بجد خطيرة لو مشيتوا بنفس الخطوات اللي انا قلتها، هتطلع معاكم بجد. يعني هتعملوها على طول بجد من كتر حلاوتها، ومورقة جدا ومخدومة كويس جدا. اهم حاجة ان انتوا الاكل تكونوا خادمينه كويس جدا عشان يطلع معاكم بالحلاوة دي. بجد طعمه كان يجنن. هستناكم بقى تجربوه وتقولي لي تعليقاتكم ايه. بجد تحفة. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك في القناة، وتعملوا لايك وشير للفيديو. يلا باي باي.